أكلة فلسطيني بطابع مصري. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. تعالوا بقى لما نبدأ ونشوف هنعمل إيه في الأكلة الجميلة السهلة البسيطة دي لما الدنيا تكركب عليكي في المطبخ كده. عندنا هنا بصلتين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الأصل الأكلة الفلسطيني دي بتتعمل بزيت الزيتون، تمام؟ يعني بنحمر البصل في زيت الزيتون، زيت زيتون كتير. طيب مش متوفر زيت زيتون، بنستخدم زيت نضيف شوية، ما يكونش زيت تموين طبعا عشان ريحته، بنستخدم زيت نضيف. حمرنا البصل، حطينا عليها العدس يكون مغسول كويس ومنقوع. لو الحبة اللي هي الكبيرة اللي بتستوي بسرعة ما بننقعش العدس يا جماعة عشان ما يتهريش معانا. حطيت هنا التوابل، بابريكا مدخنة، وحطيت كركم وكاري وملح بس. هقلب كويس وهنزل بمية سخنة مغلية. اللي حابة اعرف ان هي استوت ازاي امسكها كده، اما الاقيها بتتهري يعني في ايديا بتكون يعني 3/4 سوا كده. نزلت بقى بالرز كده، وادي حجم المية، ما تكونش المية كتير ولا قليل، زي ما بنعمل الرز بتاعنا عادي، تمام، لان معانا العدس مستوي. حطيتها على نار وسط، وهبدأ ان انا اول ما تتشرب اوطي عليها خالص. هروح بقى اعمل السلطة بتاعتي، لازم سلطة اساسي في الاكلة دي. قطعنا البقدونس كده صغير خالص، مفروم ناعم. الاكلة دي يا جماعة سهلة جدا، وطعمها انا عن نفسي من الناس اللي بيحبوا العيش، ما بياكلش رز. الاكلة دي حرفيا ما حطيتش لقمة عيش في بقي، يعني كلت الطبق كله ما شاء الله من غير عيش نهائي. طعمها روعة. هقطع الطماطم، هعمل السلطة بتاعتي لاني هاخد منها جزء احطه على هزين بيه الطبق. طول ما احنا بنعمل الاكل نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، نستغفر، نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. اللهم احفظها نعمة يا رب، واحفظها من الزوال. تمام. عندنا هنا العدس بتاعنا، المجدرة بتاعتنا اسمها المجدرة، بسم الله ما شاء الله. استوت معايا 3/4 سوا، وهبدأ ان انا احط كمية سلطة يعني كويسة كده. البصل هنا انا كنت ضعفت حجمه، يعني زودته شوية وعملته مقرمش شوية بمعلقة نشا علشان ازين بالوش يعني الوجه. وحطيت شوية منه هنا وقلبته. هنجيب بقى طبق التزيين، والعين بتاكل قبل البق زي ما اتفقنا قبل كده. قلبنا الطبق بتاعنا في طبق التزيين، وبسم الله ما شاء الله هنبتدي نزينه كده بالبصل المقرمش. والسلطة كده هنحطها في طبق. إذا حبيتي تحطي الرز في صينية كبيرة مش مشكلة لو العدد كبير. أنا هنا عملتها على طبقين. شايفين بسم الله ما شاء الله شكل وطعم، ويعني حاجة كده تفتح النفس حرفيا في الشتاء. شايفين الطبق بسم الله ما شاء الله. اعملوها بقى لما تكونوا محتارين تعملوا أكل إيه. صلصة بقى كده عملتها مشطشطة، حاجة كده لدلع الطبق. طبعا في ناس ما بتحبش طبق الكشري من غير سلطة. عندنا هنا المجدرة حطينا معاها كل حاجة، وبسم الله ما شاء الله.